مجموعتنا. مظبوط. فالكلام ده لازم يترتب. شكرا استاذ سمير. معانا الاستاذ علاء مبارك على التليفون. اهلا استاذ علاء، ازي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا عمرو؟ مساء الخير. اهلا بيك، ازيك؟ اهلا وسهلا، ازي حضرتك؟ ازي الصحه؟ اهلا وسهلا. الله يخليك. انا بس عامل مداخله سريعه يا عمرو. انا قلت مش عايز اتكلم واطلع تاني، بس انا فعلا كل شويه بستفز. انا عارف. وسمعتك كنت بتتكلم بالنسبه سريعا كده، نقاط سريعه على بالنسبه لقناه الجزيره. طبعا قناه الجزيره يعني ما تتكلمش عليهم تاني بقى عمرو، خلاص ده موقفهم معروف. واحنا عارفين نيه المحطه دي. محطه بتعبت. انت شفت حادث الاتوبيس وكده بقى، ما فيش اقل من نص ساعه مباراه القاهره بتطلع الاتوبيس يعني انا مش فاهم القناه دي مع مين ولا بتشتغل لصالح مين. دي قناه بتعرض واحنا شفنا كلنا من فتره، والناس شافوها الفوتج، بتعرض حاجات ل 67 اكتر من الحرب. يعني ايه فين العروبه وفين انا مش فاهم الناس دي شغاله ازاي. انا مش فاهم. استاذ علاء، الجزيره خلاص بقى، يعني ما تضيعش وقتك وتقعدوا تتكلموا عليها كتير يا جماعه. اتكلمنا عليها وعارفين ايه اللي وراها وعارفين اهدافها، كفايه بقى خلاص. ما انت كل شويه بتعمل هايلايت بتديها اهتمامك، تسيبهم بقى خلاص. استاذ علاء، على القناه دي تاني يا عمرو ارجوك. استاذ علاء، في ناس لسه نارها ما بردتش. في ناس بيقولوا ان انتم مزودينها، وفي ناس بيقولوا لا، طبيعي الناس تبقى متضايقه. انت رايك ايه؟ لا، ما انا قلت خلي السياسه والدبلوماسيه تتكلم بهدوء. احنا نتكلم بقى ونعبر ان احنا كنا هناك. طب مفيش حاجه اسمها يهدونا، لا، لازم نفضل نتكلم لغايه لما يعني في حق يتاخد. الناس انا ما كنتش متخيل كم الناس التليفونات اللي بتجيلي، الناس محروقه يا عمرو. ده حقيقي حضرتك. الناس محروقه. هنطلع نقعد نتكلم بقى بالدبلوماسيه وما ينفعش يا عمرو. الله. طيب نعمل ايه؟ فكر معانا، احنا قاعدين دلوقتي نفكر نقدر نعمل ايه. قلت يا عمرو، انا طلعت قلت يا جماعه عايزين ناخد فيه موقف يتاخد. في ناس فعلا، في ناس خدت مواقف كتير، ناس بدات تتحرك. لازم ناخد موقف يا عمرو. النهارده انا سامع على البيت بيتك يعني السفير الجزائري طالع بيقول ان يعني ان انا مش شايفين اذا كان الكلام ده اتقال في كذا. احنا مش هنعتذر لمصر، ان مفيش اي حاجه تستاهل الاعتذار. انا ما اطلعش اعتذر. يعني ايه مفيش اي حاجه تستاهل؟ امال امتى يجب الاعتذار حضرتك؟ انا مش فاهم الصراحه. والتلامه والتلاحه اللي هم فيها دي، يعني ايه مفيش حاجه تستاهل اطلع اعتذر لمصر؟ يعني ايه ما اعتذرش لمصر؟ اكرم له انه ما يقولش كده. اكرم له ما يطلعش يقول كده. انا فاهم ان هو مجرد يعني ديكور، طبعا ما يقدرش يقول غير كده لانه هيتذبح هناك. انما ما يقولش كده. لو عنده كرامه وفي شويه مروءه ما يقولش كده. اذا كان ده سفير ودبلوماسي. اصل بيقول لك بعض الجرايد الجزائريه اصل السيد علاء يعني لا يتكلم بلغه هذه ليست لغه ابناء الرؤساء. لا يا سيدي شيلني من تحت، انا مش عايز ابقى ابناء الرؤساء. لا، ده المواطن علاء مبارك. انا ما اقدرش اتكلم عن الناس دي بلغه ابناء الرؤساء، مش هيفهموها. ما اقدرش اكلمهم بلغه ابناء الرؤساء. لغه ابناء الرؤساء تتكلم مع الناس اللي بيحترمونا ونحترمهم، دي حاجه ثانيه. لا، شيلني من تحت العباءه بتاعت ابن الرؤساء عشان نعرف نتكلم بقى زي ما الناس. انا بتكلم عشان كل الناس على القهاوي والسواقين وكل حبايبنا اللي مش عارفين يتكلموا والناس بتغلي، وبعدين يقول لك الحماس الزايد. الحماس الزايد. ومش هيهمني حتى لو مفيش ولا واحد ورايا بيساندني، انا هطلع برضه اقف وهتكلم. لا ازاي بقى كلنا؟ لا كلنا طبعا. وانت انا اول واحد ورا حضرتك. ده انت جيت في الحاجه اللي كلنا هنقف فيها ورا. يعني سفير الجزائر يطلع النهارده لازم يبقى في موقف. انا برضه ما بقولش موقف ان احنا نطلع ونحرق ونرمي، لا. وقلت موقف برضه ما نطلعش نشتم الجزائر كبلد ونحرق علم الجزائر، لا. انا ضد ده عشان يبقى مفهومين. الاحساس حضرتك ان احنا لازم ناخد حقنا باي طريقه. كده قالت لك ان علاء بيشتم الجزائريين وبيقول عليهم يهود وكده. لا، انا اسف يا ساده، ما تحوروش الكلام. انا ما بخافش غير من ربي. انا مسلم وعارف ديني، واول حاجه ربنا يحاسبني قبل اي حد. احنا المسلم بيحترم اليهوديه وبنحترم المسيحيه، ده اللي ربي حاسبني عليه. مش جريده تطلع تتكلم كلام هبل. احنا بنحترم الاديان كلها وبنحترم المسلمين والمسيحيين. لو هم الطريقه اللي كتبوا بيها عنك هي دي الطريقه يتكتب بيها عن ابن رئيس، يعني لو هم بيتكلموا ان ده مش كلام ابن رئيس في تكتب تولع، ما يهمنيش ده. انا يهمني بلدي واهلي. ده اللي يهمني سفير جزائري هنا يطلع يقول لك ما فيش سبب نعتذر. يعني ايه مفيش سبب اعتذر؟ امال امتى يبقى في الاعتذار واجب؟ امتى؟ وانا بقول له انت قاعد هنا بتعمل انت لو كرامتك كده بالراحه تطلع مكرم وترجع بلدك. والله العظيم يعني اطلع يا سفير يا جزائري، لو عندك سنه كرامه اطلع. مش عايزينك، احنا مش عايزينك هنا. الله، ايه اللي بعد كل اللي حصل ده وكل اللي حصل في السودان هناك والناس كلها اللي شافت يطلع يقول ان مفيش اي سبب ان انا انت بتسخننا يعني ولا طب يا سيدي مع السلامه مش عايزينك. دي كلمه يا فندم. انا بتكلم كمواطن برضه هرجع عيد تاني، لان قلت من كلمه انا مش هطلع تاني. لا، هطلع بالمنظر ده، لازم اطلع. اتفضل مع السلامه. مش عايز انا شخصيا كعلاء ولا حد يطلع يقول لك
بعض الناس يطلعوا يقولوا ده يعني هو علاء عشان مش في الحزب ولا حاجه فده بيطلع يتكلم، لان دي على مداخلتي مع خالد غندور، لان دي هي كده يعني متفصله ولخمس اسباب، وده طالع يتكلم عشان جمال ما يقدرش يطلع يتكلم عشان ما يتحسبش يعني سياسه، فكلامه يقدر يتاخد يعني بمحمل. لا لا لا, لا. ايه ده ايه ده؟ انا طالع بتكلم من قلبي، مش طالع بتكلم عشان اغطي على حد ولا ايه اللي بيقولوه ده؟ لازم يبقى في موقف يا عمرو. انا قلت ما ينفعش السفير يطلع يتكلم كده كلام مستفز زي كلنا مع السلامه انا مش عايزك. والله ايه الحكايه يا جماعه؟ وبعدين انا قلت من كام يوم ناخد موقف يا عمرو، قلت عايزين ناخد موقف كلنا. في ناس خدت مواقف الحقيقه وفي ناس طلعت كده، انما ابص الاقي ايه، ويمكن ناس يقول لك بس دي حاجه صغيره، بطوله النهارده مش عارف بينج بونج ولا ايه، وابص الاقي في حد جزائري بيلعب الصبح مباراه الصبح، يعني ايه؟ ملهاش اي لازمه، ايه اهميتها؟ يعني انا ما فهمتش خالص يا علاء. بينج ماشي، نقول بينج لعبه ملهاش شعبيه، ليه؟ ما هو فين الموقف بتاعنا؟ الله. وعن جريده النهارده برضه بعتوها لي امبارح جريده، يعني مع كل احترام لهذه المجله، هي مش مجله معارضه ولا حاجه، طالعه بتاريخ 22 نوفمبر، وانا بقول لازم كلنا، قلت من كام يوم في ككتاب ورياضيين ناخد موقف يا جماعه، ناخد موقف، في موقف لازم يتاخد. ابص الاقي جريده طالعه على الكفر بيج بتاعها مبروك للجزائر. ده ايه يعني؟ ده ايه ده؟ انبيه المدرب الجزائري نصب كمين وشحاته وقع فيه. ابو تريكه نام في حضن دفاع الخضر. ده ايه يا جماعه؟ ايه الاستفزاز ده؟ هو كابتن شحاته حاسس شحاته ايه؟ يهودي او عدو؟ ايه اللي بنقوله ده؟ ما هو ده راجل لازم نحترمه ونقف وراه، حتى لو ما فيش موضوع السودان ده، فرضا ان حتى ما حصلش شغب في السودان ولا كده، ما يصحش مجله تطلع تكتب كده. ما اللعيبه كلها وكلنا في حاله نفسيه تعبانه، وعندنا بطوله فينا، عايزين نرفع معنوياتهم، عايزين نرفع النفسيه ونظبط، مش نطلع نقول نصب الكمين وشحاته وقع فيه وابو تريكه نام في حضن دفاع الخضر. الله ليه؟ ما اللعيبه دي نفسيتها في نفسيتها تعبانه، لازم نقف جنبهم حتى لو ما فيش موضوع السودان ده. نلحق بالهم مش 3 ايام، هنطلع نحطم في نفسيه المدرب واللعيبه كمان. الله ما سيبوا، ما قلنا دي لعيبه ادت وعملت يا اخي، خسرنا مباراه، ايه الحكايه؟ هنقعد نحطم في نفسيه اللعيبه، وبعدين اطلع على مجله اقول مبروك للجزائر. إيه بس ايه ده؟ انا اقول مبروك للجزائر عيني وراسي لما يكون في لما يكونوا كسبوا بشرف، كسبوا بروح رياضيه الشريف ومراحل ونخسر ونبارك، انما بعد اللي يحصل في السودان ده يعني مش ممكن يا عمرو. كفانا بقى استفزاز كفايه بقى، الواحد فعلا دمه بيتحرق يا عمرو. علاء انا عايزك توجه كلمه لناس مهمه جدا اللي هم المصريين في الخارج، كلهم بيكلموني علاء وبيقولوا مش عارفين نرفع راسنا. ارجوك كلمهم، قول لهم ما حصلش حاجه، مش للدرجات دي. لا ما نرفع طول عمرنا، نرفع راسنا يا عمرو، راسنا كمصريين مرفوعه فوق على طول، ومحدش يقدر يمس كرامتنا زي ما قلت قبل كده. مصري راسه مرفوعه فوق بتاريخه، احنا نشوف بتاريخنا وبحضارتنا وبعراقتنا وبديننا وباسلامنا وانا عجبني جدا، كان في حد طلع بيت شارف في بيتك في برنامج في الاخر، هو ده اسمعوا، هو ده، هي دي مصر. هنقول ايه عليها مصر؟ لا مصر دي على راسنا من فوق، بس ما ينفعش كده، ما ينفعش نطلع نقول خدوا موقف وبتاع. بص تلاقي حاجات كده يعني ناس عايشه في دنيا تانية خالص. انت عارف ان المجله دي علاء العمال جوه المجله اتظاهروا ضد رئيس التحرير؟ وانا كلمت راجل مشكورا، راجل في منتهى يعني الذوق، كان بيقول لي ما الحجج اللي استفزني الحجج. جريده طالعه 22 حتى لو بتوزع نسخه، حتى لو هي بتوزع نسخه، ده ما يتحطش، ما ينفعش يا جماعه الكلام اللي بيحصل ده. اصله مش عارف الطبعه ايه، اصله مش عارف انا الطبعه يعني ايه، طب اصل انا كنت عايز في الاول مش عارف، طب نعمل تهدئه، هي الطبعه بالليل، ده الطبعه ايه؟ ما تطلعش، ما تنزلش، تتسحب حتى لو عدد. الله مجله محترمه زي دي وطول عمرها واخده مواقف، يعني ايه؟ علاء احنا كنا لسه بنتكلم اعضاء في مجلس الشعب كمواطن مصري برضو، قرروا ان هم هيعملوا الجلسه اللي يتكلموا فيها في الموضوع ده بعد العيد. مش شايف ان دي حاجه مستفزه شويه برضو؟ يعني من ضمن الحاجات بقى مع المجله ومع ما انا ما اعرفش الظروف بقى يا عمرو، ظروفهم ايه بعد مش عارف الظروف ايه صراحه. بس مش متاخر شويه علاء بعد العيد ده؟ متاخر طبعا، عشان الناس مولعه، عايزين يشوفوا اعضائهم وهم بيعبروا عنهم في وسط الغليان ده طبعا يا عمرو. احنا نتكلم، انا قلت خلي مجلس الشعب وخلي الناس دي تشتغل وهم عارفين بيعملوا ايه، احنا بس نطلع نتكلم، وقلت زي ما قلت مثقفين ورياضيين ناخد موقف، بس ما بقاش هو ده الموقف. بطوله عربيه والجزائريين بيلعبوا فيها، مجله قوميه عريقه يعني ياما خدت موقف تطلع تتكلم كده. ما يعني ايه، ما بتستفز الناس كلها ما اطلع اقول مبروك في مباراه دلوقتي، ده مش وقته، ده مش وقته مباركه. ومباركه ليه؟ مباركه على المهزله اللي حصلت في السودان، نطلع نبارك. وانا قلت حتى لو ما فيش المشاكل السودان دي ما اطلعش اضرب في الكابتن حسن واللعيبه بتاعتنا كده. يعني ايه اطلع اقول نصب الكمين وشحاته؟ ده وقته،
الله، ما الراجل اكيد نفسيته تعبانه، والراجل اكيد غيور على بلده، والراجل اكيد غيور على منتخبه. الله، والرئيس هيكرمهم بكره. ليه نخش كده؟ ليه النفسيه بتاعتنا دي؟ انا عايز اعرف ليه بنكتب كده؟ بينه وبين كابتن حسن شحاته حاجه؟ لا، نجرد نفسنا من كل الحاجات دي دلوقتي. الله، وتريكه نام في حضن. ما هو الراجل ده لعب وبسطنا كتير، الاولاد دول ابطال. وانا مش طالع عشان ادافع عن حد، انا طالع بتكلم ان الحاجات دي بتستفزنا كلنا. حرام بقى يا جماعه ناخد موقف، ولا ايه الحكايه؟ مش فاهم والله. على انا وكده الواحد بيتكلم في الهوا يا عمرو. قريت ليك تصريح انه لو الماتش ده اتعاد 100 مره هتروح تاني ومش هتخاف وهتبقى موجود وسط الناس ولا يهمك. يعني انا مش فاكر قلت كده، انما لو قلت كده طبعا لو في اي حاجه مع المنتخب هنقف طبعا، محدش هنقف ورا المنتخب ونساند المنتخب. يعني ما هو منتخب بلدنا وبيلعب تحت اسم بلدنا وبيلعب بعلم بلدنا. وانت شفت المنظر في الاستاد، منظر الاعلام واحنا كنا رافعين الاعلام في استاد القاهره، حاجه تفرح. وليه تبقى بس مش في الاستاد كده، يبقى في كل محافل الثانيه حاجه تفرح. ماشي، في ناس بقى ماشي، في